غلطات اوعي تعمليها وانت بتجهزي النيش. الفيديو ده مهم جدا جدا لكل عروسة ولكل بنوتة ولكل ام بتجهز بنتها وعايزة تعرف ايه الحاجات الضرورية لنيش العروسة وايه الحاجات المفيدة العملية، والحاجات طبعا اللي هنبعد عنها علشان ما نرميش فلوسنا على الارض. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بداية كده وفي بداية الفيديو عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتطمن عليا على الخاص، لأني كنت تعبانة شوية، وعايزة أقول لكم الحمد لله الحمد لله أنا بقيت بخير، علشان الناس اللي كانت قلقانة وكانت بتقولي طمنينا عليكي. الحمد لله بفضل الله وبفضل دعواتكم أنا بخير. تعالوا بقى نشوف ايه محتويات النيش اللي المفروض تجيبيها علشان ما تهدريش فلوسك وما ترميش فلوسك على الارض. اول حاجة النيش نفسه. طبعا انتوا عارفين النيش نفسه دلوقتي بيبقى ليه كده يعني شكل معين، والفكرة بتاعته بسيطة وجميلة وبقى صغنطوط كده، في منه ضرفة واحدة وفي منه ضرفتين. اللي في الفيديو ده ضرفتين، لكن بيكون في نيش صغير كمان عن ده شويه، وحسب الديكور بتاعك وحسب ما انت عايزه تنظمي بيتك انت هتشتري. لكن اكتر من الضرفتين خلاص بقى ما بقاش حد يجيب النيش الكبير عشان ما ياخدش مكان، وفي نفس الوقت عايز يعني لما بيكون النيش كبير فانت بتحتاجي تجيبي حاجات كتيره جدا جدا فوق طاقتك، وطبعا الحاجات دلوقتي غاليه مولعه، فمش عايزين نجيب ازاز ونجيب كوبايات وحاجات يعني تفضل محطوطة في الباترينا بتاعة النيش ونقصر في حاجة تانية. لا، عايزين نجيب الحاجة الضرورية علشان نبتدي نشوف احنا هنعمل ايه تاني، او تمسكي بند تاني في جهاز العروسة وتلمي الدنيا. طيب هنعمل ايه او هتجيبي ايه وايه هي الاساسيات؟ عايزه اقول لك الاول نصيحه برضو وانت بتشتري النيش. خلي بالك، لازم، انا بقولك من المستحسن يعني ونصيحه مني، هاتي النيش اللي بيكون ليه مرايه في الظهر، علشان خاطر بيعكس الحاجه اللي محطوطه على الارفف بتاعه النيش. يعني لو الحاجه قليله شويه، اول حاجه مش الارفف مش متكدسه، فهو بيعكس لك الصوره. لو انت حاطه طقم قاروره بيبان في النيش ان هو طقمين، لو حاطه طقم كاسات بيبان ان هو طقمين، لو حاطه الاطباق والحاجه بتاعه الطقم الصيني، لو انت جايبه نص طقم، المرايه اللي في النيش دي بتعكس لك الصوره، بتبينه ان هو طقم كامل. فلو هتشتري النيش هاتي ضرفتين، وهاتي يكون في مرايه في الظهر بالكامل من جوه في ظهر النيش، ويكون طبعا في الليد، وخلي بالك من النقطه دي لان بتديله شياكه ورونق خاص. طيب هنعمل ايه وهنجيب ايه؟ اول حاجه هتبعدي عنها، وحابه اقول لك هتبعدي عن ايه الاول علشان خاطر الفيديو يكون مفيد. هنبعد عن الكاسات الملونه نهائيا، ولا هتجيبي احمر ولا اخضر ولا هتجيبي اصفر ولا هتجيبي كل الحاجات الملونه دي خالص. ما تجيبيش اي طقم كاسات عليه الوان غير بس انت ممكن يكون طقم كاسات كريستال في جولد او سيلفر. لو انت بتحبي السيلفر برضو هتدخلي مثلا رف، هتعملي رف جولد وهتعملي مثلا رف ساده في سيلفر. انا عامله هنا رف كريستال في جولد، وعامله رف ساده خالص كريستال ساده، وعامله الرف الثالث ده طقم فطار. ده طقم فطار ده طقم الفطار بتاع طقم النيش اللي انا جايباه، وهقول لك دلوقتي تعملي ايه عشان ما تشتريش طقم فطار جاهز، او طقم فطار يكلفك تحطي فيه 7-8 آلاف جنيه على الفاضي. لا، احنا هناخد الطقم اللي في النيش، اللي قصدي اللي في طقم الصيني، وهنحطه في رف لوحده، يبقى كده عملنا الرف الثالث. والرف الرابع اللي هو الاخير ده طبعا الصيني. وما تجيبوش اكتر من نص طقم صيني. لموا الدنيا يا بنات، وما تحاولوش تضغطوا على اهلكم علشان خاطر جهاز العروسه ما بيخلصش. ده بند لسه عندك البند التاني بتاع ازاز المطبخ، ولسه عندك المفروشات، وعندك حاجات كتير مش عايزين نخرج عن الموضوع. طيب يبقى احنا كده مش هنجيب الوان خالص
في النيش نهائيا. وكمان مش هتجيبي الاشكال، مش هتجيبي بقى اطقم الكاسات والكوبايات اللي ليها زلومه، واطقم الكاسات والكوبايات اللي هي بيبقى عليها ورد، واللي هي طقم الفطار البجعه والحاجات دي كلها راحت عليها ومش بيجي عليها ايام. لكن الحاجه السيمبل والكريستال ما بتروحش مدتها خالص. يعني النيش ده بيقعد معاكي ما شاء الله فتره طويله جدا، لانك النيش طبعا حاجه كده زي الباترينا بتحطي فيها الحاجه وبتقفلي عليها، ودايما بنبقى محافظين عليه. حتى لو احتاجنا حاجه منه بناخدها ونستعملها ونغسلها ونحطها تاني. فانا يعني في ناس متجوزه بقالها 30 سنه وعندها والله بواقي حاجات من النيش بتاعها. يعني النيش بيقعد معاكي العمر. فاحسني الاختيار في الحاجه اللي انت هتجيبيها. ده طقم الصيني اهو، ده نص طقم. اوعي تجيبي طقم كامل، حرام ما تجيبيش طقم كامل، لان اسعاره دلوقتي بقت غاليه جدا، وانت مش في حاجه لطقم كامل. هتجيبي نص طقم بس، وبتدخلي معاه على الرف طقم كاسات. طقم كاسات. وطبعا بنجيب طقم شوب 6 كبير و6 صغير، بنوزعهم في الارفف بتاعت النيش كلها. يعني عندي هنا 2 شوب، وعندي طقم كاسات، وعندي نص طقم الصيني. وبسم الله ما شاء الله الدنيا جميله جدا، مفيش تكدس ومفيش زحمه، بس الحاجه محطوطه سيمبل وجميله. طقم الصيني انا بفضل الطقم الصيني اللي بيكون عليه جولد، ما بحبش الاطقم اللي هي بتكون عليها سيلفر بصراحه. ما بحبش اللون السيلفر. وانتي حسب ذوقك وحسب ما انتي بتحبي، يعني ممكن يبقى جولد او سيلفر زي ما انتي حابه. طقم الصيني حاولي تجيبي نص طقم حلو، وما تجيبيش حاجه رخيصه. بس هاتي نص طقم بس، هاتي حاجه قيمه، وحاولي ان انت ما تجيبيش حاجه كتير. طقم الفطار يا بنات انا خدته من طقم الصيني. خدت البراد واللبانه والسكريه ست اطباق بتوع الجاتو، وحطيتهم على رف زي ما انتم شايفين، ودخلنا معاهم برضو تقريبا كده طقم كاسات برضو تاني. وكان عندي كده تحفتين، هم تحفتين بس كنت جايباهم للنيش. وبنصحك ما تجيبيش اكتر من كده، ما تجيبيش تحف للنيش. والرف زي ما انت شايفاه كده بسم الله ما شاء الله. يبقى احنا كده عملنا رفين بنص طقم الصيني. والرفين التانيين اول رف حطيت 2 قارورة. بلاش يا بنات القارورة اللي بتكون لونها بنفسجي ولونها ازرق والكلام ده. 2 قارورة كريستال فيهم جولد. وحطيت طقم كاسات في النص. والرف التاني اللي هو كريستال انا حاطه فيه 2 طقم اللي هو بتاع الخشاف. ليه انا بجيب 2؟ لان انا عندي الباب بتاع النيش في فاصل من النص، فعلشان خاطر ترصي النيش لازم يكون يمين زي شمال. يعني لو قاروره يمين يبقى قاروره شمال، طقم خشاف يمين يبقى طقم خشاف شمال، سكريه يمين يبقى لبانه شمال. انتوا فاهمين قصدي؟ لازم العين ترتاح كده، وانت بتجهزي حاجتك اعرفي هتعملي ايه، علشان خاطر ما ترجعيش تندمي على حاجه. ولو انت عروسه وبتجهزي وانت صغيره، او بتجهزي بنتك وهي صغيره، زي ما بقول لك كده جهزيها من سن 10 سنين مفيش مشكله. هاتي 2 قاروره وهاتي طقم كاسات. ادي اول رف. تاني رف هتحطي طقم الفطار بتاع طقم الصيني. ادي تاني رف معاها طقم كاسات. يبقى احنا كده قلنا طقم فوق وطقم في تاني رف. ادي طقمين كاسات. تالت رف هتحطي فيه 2 حتى لو الباب النيش عندك مش هيبقى نفس النظام، او اللي هو بيبقى مفتوح خالص ما فيهوش خشبه في النص، برضو هاتي اللي انا بقول لك عليه، مش هيخسر خالص، هيبقى جميل جدا زي ما قلت لك كده. اهو بسم الله ما شاء الله عندي اهو 2 قاروره، واحده يمين واحده شمال، وطقم كاسات في النص. شايفه الرقه؟ مفيش تكدس، وفي نفس الوقت الحاجه سيمبل وجميله، والحاجه شبه بعضها كده عشان عينك ما توجعكيش. تاني رف اهو طقم الفطار بتاع طقم الصيني اللي انت جايباه، او نص طقم الصيني بيكون فيه طقم فطار كامل، بتحطيه على الرف مع طقم كاسات. والدنيا جميله جدا جدا اهو. عشان كده بقول لك هاتي النيش يكون ليه ظهر مرايه بيعكس الحاجه وبيخليها كتير، وفي نفس الوقت بيخليها جميله وشكلها حلو. وكمان لازم يكون في النور ده بيخلي النيش بتاعك مبهج وجميل. انا جايبه شايفه